أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا من برنامجنا من هنا نبدأ. برنامج من هنا نبدأ برنامج تربوي إرشادي أسري يأتيكم عبر تلفزيون السلام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا من هنا نبدأ. في أولى حلقاتنا إن شاء الله حنتناول موضوع هام جدا، ويعتبر موضوع من الركائز الأساسية والمهمة جدا في إصلاح الفرد والمجتمع. موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع معنى التصالح مع الذات والتصالح مع النفس. نبدأ أولا نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس. يمكن الكثير منا يسمع عن هذا الموضوع في كثير من البرامج التربوية والمختصين في مجال التنمية البشرية، والمختصين كذلك في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع. معنى التصالح مع الذات هو أن أنا أتقبل ذاتي، أتقبل نفسي بما لدي من نقاط قوة ونقاط ضعف، وأن هذا لا يكفي أن فقط أنا أتقبل ذاتي، أتقبل نقاط قوتي نقاط ضعفي، بل وأن أتقبل عيوبي كجزء من تكوين شخصيتي، وأن أعمل جاهدة أن أصلح هذه العيوب، أن أصلح هذه نقاط الضعف، لأن الكمال لله وحده. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف أتعامل مع أخطائي، كيف أنظر لأخطائي، هذا اسم التصالح مع النفس. وكذلك السماح لأن يكون الفشل في حياتي وعدم الشعور الزائد بالذنب. يعني يمكن كثير منا عندما يرتكب أخطاء يعني تمر به ظروف يعني حياتية، تجد المتصالح مع النفس دائما متسامح مع نفسه، يتعلم من أخطائه، يتجاوز أخطائه، يبدأ صفحة جديدة. هذا الشخص المتصالح، على عكس الشخص الغير متصالح مع ذاته دائما هو كثير اللوم. يعني هو المقصود هنا الشعور بالذنب الإيجابي، بمعنى أنه أنا أشعر بالذنب وأتعلم من أخطائي وأتجاوز أخطائي وأبدأ صفحة جديدة. أما الشعور بالذنب اللي يقودنا لطريقة يعني تكون طريقة سلبية في تعاملنا مع مشاكلنا، مع ضغوطنا، مع حياتنا اليومية. يعني فتجد أنه يمكن الواحد في حياته، إذا كان في مرحلة دراسية، في حياته العملية، منا ما مر بالضغوط، منا ما مر بلحظة ضعف، لحظة انكسار، لحظة يمكن فيها كثير من الأخطاء. لكن الشخص اللي متصالح مع ذاته يتعلم من هذه الأخطاء، يتعامل معها بعقلانية، بفهم، بوعي، ويتجاوزها، ودائما يخطو إلى الأمام. تقريبا هذا بالمختصر معنى التصالح، واللي هو أتقبل ذاتي، أتقبل نفسي، أتقبل نقاط قوتي وضعفي. الآن نأتي لجانب آخر وهو جانب مهم جدا. ما هي مظاهر التصالح مع الذات؟ أنا حتى يمكن أطلق هذا الشخص، أو أنا ممكن أصف أنه أنا متصالحة مع ذات. ما هي مظاهر التي تعكس حقيقة أنه أنا متصالحة مع ذاتي؟ أولا هي التوقف عن الإساءة عن الذات بمختلف أشكالها. في حياتنا اليومية يمكن نقابل كثير من الناس، يعني تجد أنه الشخص اللي دائما يسيء إلى نفسه، يقول أنا شخص فاشل، أنا شخص غير مرغوب فيه، أنا شخص دائما تجد يسيء إلى نفسه بشكل حقيقة يقلل من تقديره لذاته، يقلل من مكانته. فتجد أنه هذه واحدة من مظاهر المتصالح مع الذات، دائما يقلل من هذه الإساءات إلى نفسه. طيب، هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري وشكلي الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. يمكن تستحضرني قصة مرت علي أثناء أنا وأحضر لبحث الدكتوراه.
كانت واحدة من الحالات اللي مرت بطالبة وهي في مرحلة ثانوية، يعني كان عندها هذا الشعور إن هي غير متقبلة شكلها، غير متقبلة نفسها، لدرجة إنه تقول أنا لا أريد أن أنظر في المرآة لأن من شدة ما هي غير متقبلة لشكلها. أو يعني وصل بها الحال إنه هي يعني يمكن ما كان تقبل تخرج المناسبات، ما تختلط مع الآخرين. هذا الشيء يعني سبحان الله جزء أساسي فيه هو إنه إحنا كيف نتقبل ذاتنا، عدم تقبلنا لذاتنا. الله سبحانه وتعالى خلقنا بمختلف ألواننا، أشكالنا، الكمال لله وحده. فإذا أنا أكون ممتنة لنفسي، راضية بما أعطاني الله من صفات، من ميزات، وأتعامل معها، والجانب اللي أشعر فيه ضعف دائما أسعى جاهدة لأنه أصلح من هذا الضعف أو هذه النقاط اللي أنا أشعر أن هي تمثل نقاط ضعف. كذلك من مظاهر التصالح مع الذات أن أتقبل أخطاء الماضي والتجارب المؤلمة والتصالح معها. يمكن تستحضرنا قصة من القصص كذلك في أثناء عملي وأنا كمرشدة تربوية. في طالبة في مرحلة المتوسطة لم يحالفها الحظ، يعني فيمكن حرزت درجات ضعيفة جدا، وهذه الدرجة لم تمكنها من دخول المرحلة الثانوية. فسبحان الله هذه الطالبة يمكن أصيبت بحالة من الاكتئاب وعدم الرضا، يعني لدرجة أنه أصبحت يعني حياتها كلها تعطلت، لأنه هي متوقفة في نقطة واحدة، متوقفة في الخطأ، متوقفة في الفشل الذي أصابها في مرحلة من المراحل. قصة الطالبة لم تتجاوز المرحلة المتوسطة ولم تتمكن من دخول مرحلة الثانوية. فأعزائي المشاهدين، نكمل باقي حديثنا فيما تبقى من موضوعنا التصالح مع الذات. فاصل ونواصل. سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عودة بعد الفاصل. يمكن ذكرنا في بداية حديثنا موضوع أن نتعامل مع أخطائي، كيف أتعامل مع أخطاء الماضي، وكيف أتجاوز أزمات الماضي، وكيف أتقبلها، لأن هذه واحدة من أهم مظاهر التصالح مع الذات. نأتي لموضوع آخر ومظهر آخر من مظاهر التصالح مع الذات، اللي هو موضوع التقبل بدون شروط. يعني أنا أتقبل نفسي بدون شروط، واللي هو ما يعرف بسيلف أكسبتنس. يعني أنا ربما أتقبل ذاتي وأنا ناجحة، وأنا حققت كثير من النجاحات، كثير من الجوائز، وبالمقابل هل أنا متقبلة ذاتي إذا أنا لم أتفوق في مرحلة من المراحل؟ هذا هو اسمه ما يعرف التقبل الغير مشروط. أنا أتقبل شخصي، أتقبل ذاتي إذا كان أحرزت أم لم أحرز. يعني فليس يعني أن أنا أتقبل ذاتي فقط لما أكون أنا في قمة نجاحي، في قمة أن أنا حققت يعني أحلامي وكثير من الأشياء. هذه من الأشياء اللي دائما تجد أن كثير من الناس، يعني أو كثير من الناس اللي نعرفهم دائما تجده أثناء تحقيقه للنجاح دائما تجده في قمة الثقة بالنفس، في قمة تقدير للذات عالي جدا. لكن بالمقابل إذا كان هو ربما لم يحرز يعني درجة معينة في عمله، في حياته الدراسية، تجد أنه العكس، يعني يبدأ أنه يسيء إلى نفسه، يقول يمكن أنا إنسان فاشل وهكذا. فيبقى أنه واحدة من مظاهر التقبل، نتقبل ذاتنا، نتصالح مع ذاتنا، أنه التقبل الغير مشروط. فالآن نأتي إلى
واحدة من مظاهر التصالح مع الذات، الشخص المتصالح مع ذاته دائما يتمتع بصحة نفسية جيدة، وهو شخص قادر على أن يكون مفهوم إيجابي عن نفسه وعن الآخرين، لأنه حقيقة زي ما يقال يعني إنه فاقد الشيء لا يأتي. إذا كنت أنا متصالحة مع نفسي، راضية عن نفسي، متقبلة نفسي، ومتعاملة مع نقاط ضعف ونقاط قوتي، أنا أستطيع أن أعيش في حالة نفسية جيدة، أستطيع أن أتعامل مع الآخرين، أصلح نفسي وأصلح الآخرين. هذا تقريبا يعتبر واحدة من أهم مظاهر التصالح مع الذات، أن الشخص يكون إيجابي، يكون فاعل، يتعامل مع قضاياه، مع مشاكله، مع ضغوط الحياتية بطريقة تكون أكثر تفهما، بطريقة أكثر وعيا. الآن نأتي إلى أي مدى هذا الموضوع هام، يعني بالنسبة هل موضوع التصالح مع الذات يعتبر موضوع هام جدا، وهل يستحق مننا نحن نتطرق لمثل هذه المواضيع؟ نأتي أولا، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أهمية الموضوع إنه إذا لم أنا أصلح ذاتي، أو إذا أنا لم أكون متصالحة مع ذاتي، متقبلة ذاتي، مستحيل إن كيف حتقبل الآخرين، كيف حأكون أنا صالحة، كيف حأكون موظفة متميزة، كيف حيكون عندي دور في الحياة. فبالتالي إنه معظم صراعاتنا، معظم مشاكلنا تأتي نتيجة أول لعدم تقبلنا لذاتنا. إذا كان الشخص هو غير متصالح مع نفسه، فبالتالي أكيد يعني حيكون ما حيتصالح مع الآخرين يعني. فهذه واحدة من الأشياء الهامة جدا. التصالح مع الذات كذلك من أهميته يساعدنا على التعامل مع ضغوط الحياة. الشخص المتصالح مع ذاته يستطيع أن ينهض بسرعة، يستطيع أن يتعامل مع ضغوط الحياة، أن يتعامل معها، لأنه الحياة لا تمر دائما بشكل واحد، إنه دوام الحال من المحال، يعني الحياة فيها عسر فيها يسر، تتقلب أمور البشر، لا تمر الحياة دائما نحن في حالة فرح ولا يستمر الحزن. لكن الشخص المتصالح مع ذاته يتعامل مع ضغوط الحياة، يتكيف معها، يتعايش معها، ويستطيع أن دائما يخطو خطوات إلى الأمام. يساعد على تطوير الذات. من أهمية هذا الموضوع أنه يساعدنا على تطوير الذات. الشخص المتصالح مع ذاته، لو افترضنا أنه مثلا أنا كأستاذة أو موظفة في شركة أو في مؤسسة معينة، إذا كنت أنا متصالحة مع ذاتي دائما أكون إيجابية، واحدة من صفات إيجابية، أعترف بنقاط ضعفي، وأسعى دائما أنه كيف أصلح من ذاتي. يعني يمكن ربما بعض الناس تجد أنه لا، كيف أنا أسأل الآخرين، كيف أستعين بالآخرين، لأنه هو يدعي الكمال، يدعي أنه هو لازم يعرف كل شيء. هذا الأشخاص اللي يتصفون لازم ويجب، وأنا ما أسأل. يعني يمكن واحدة من القصص اللي كنا أثناء فترة العمل وأنا في الإرشاد التربوي، طالبة من الطالبات وهي تحضر درجة الماجستير كانت حريصة جدا إنه ما يكون في ولا خطأ في رسالتها، فسعت جادة إنه حتى ما تستعين بالآخرين. يعني وصل الحال إلى أن المدة انتهت وخسرت الطالبة كل ما أنفقته في هذه المرحلة الدراسية الهامة. فيبقى الشخص المتصالح مع ذاته دائما يسعى للتطوير، يسعى لأنه يستعين بالآخرين. الكمال لله وحده. أنا لي معلومات يعني محددة، دائما أكون إيجابية، أتوافق مع البيئة الحولي. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله يعني يكون لنا لقاء آخر نكمل ما تحدثنا فيه في الموضوع. يكون لنا لقاء آخر سوف نتناول فيه جانب المهارات والجانب العملي في تعاملنا مع التصالح مع الذات. نكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا، وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،